أهلا بيكم. كل يوم بيقابلني في الصيدلية كمية حالات عندها كحة كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. يعني بمعنى أصح احنا دلوقتي في موسم الكحة. علشان كده أنا جاية أقول لكم ما ينفعش تيجي تشتكي لي إن ابنك ما بيخفش بدواء الكحة وانتي سايبة ابنك دايما الأنف عنده مليانة إفرازات. لازم الأول تشيلي الإفرازات بتاعة الأنف علشان كل ما هي موجودة كل ما بتنزل على الصدر، وبالتالي بترجع له الكحة تاني ويفضل هو ما بيخفش من الكحة وانتي مش عارفة السبب. علشان كده الحل الأولاني لعلاج الكحة هي الأول إنك تتخلصي من الإفرازات اللي موجودة في الأنف مع طبعا دواء الكحة. فانا النهارده جايه اكلمكم عن ازاي تتخلصي من الافرازات اللي موجوده في الانف بكل سهوله. الحل بقى ايه؟ الحل ان احنا نستخدم محلول ملح، يا اما بقى عن طريق نقاط الانف المختلفه اللي بتكون عباره عن محلول ملح، وهحط لكم صورها هنا، يا اما بخاخات الانف اللي عباره عن ملح بحر زي مثلا فيسيومير. ورغم ان سعرها غالي قوي دلوقتي، مع اني احب اقول ان ما ينفعش بيت يخلو منها، لكن برضو احنا ممكن ناخد بديل عنها اللي هو محلول الملح العادي اللي موجود في الصيدليه، وممكن نسحبه بالسرنجه ونحطه بقى سواء في انف البيبي او في انف لو طفل كبير شويه. كل الحاجات دي هتخلص الانف من الافرازات المزعجه اللي هي طول ما هي موجوده عمر الكحه ما هتخف ابدا. وما تنسيش لو ابنك مريض حساسية جيوب أنفية لازم يمشي على البخاخات اللي الدكتور كاتبها له. وبرضه شوفوا الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه عن حساسية الجيوب الأنفية وإيه الطريقة اللي ممكن نتخلص بيها من الألم اللي بيكون موجود في الوقت ده. في حاجات بقى يعني مش طبية بنسبة 100%، بس حاجات زي ما نقول كده في الطب البديل، حاجات توارثها أجيال عن أجيال. وانتوا ممكن تسألوا السودانيين بالذات هتلاقوهم بيستخدموا حاجة في الطب البديل اللي هو زيت السمسم. زيت السمسم طبعا منتشر في كل حتة، بس أهم حاجة تجيبيه بيور 100%. كانوا ياخدوا زيت السمسم ده ويدهنوه طبعا على الصدر من هنا وعلى الظهر، والأم تدهن كويس جدا جدا الصدر والظهر وتقفل الجزء ده بحيث ان مفيش هواء مباشر يدخل على الصدر. مع الاستخدام مرتين 3 هتلاقي الكحة انتهت نهائيا. في حاجة تانية بقى بيستخدموها اخواننا الاسيويين وبيستخدموها برضو في شعب فرنسا، وهم ان هم بيجيبوا الكامفور والمنتول اللي هو زيت النعناع ويدهنوا بيه برضو يا اما الصدر والظهر، وبرضو يقفلوا كويس جدا جدا. وبرضو بيدهنوا القدم. ايه علاقة القدم بالكحة يا دكتور؟ هقول لك انا، القدم مليان نهايات عصبية لكل حاجة في جسمنا، عشان كده لقوا لما انتي بتدهني كامفور او منتول اويل على القدم ساعتها بتلاقي ان الكحه بتنتهي في ساعتها. انا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي كمان لما استخدموها في الاستنشاق، جلسات بقى الاستنشاق، جلسات البخار، وحطوا بس كده نقطتين 3 من زيت المنتول، ده كان بيفتح الصدر وبيقلل جدا 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 من الكحه. والحاجات دي رغم انها طب بديل لكن هي فعاله بنسبه 100%. اتمنى تشوفوا اولادكم كلهم اصحاء بنسبه 100% وتتخلصوا من الكحه نهائيا.